زوار من مختلف المناطق الجزائرية يومون الضريح الأخضر بن خلوف بقناعة روحية يرى أصحابها أن زيارتهم له كفيلة بمساعدتهم على تحقيق ما يصبون إليه، كما هي كفيلة بإعانة المكروب منهم على تجاوز محنته. الإقبال الكبير على الضريح ألهم آخرين ممارسة التجارة من خلال عرض بضائع متواضعة أملا في كسب قوت يومهم، أمور يفخر أحفاد بن خلوف كونها سبب توافد الكثيرين على ضريح جدهم. كان اللي يخصه ولاد يجي يدعي ربي سبحانه عز وجل ويحشم ربي بهذا الصالحين، يا ربي حشمك بهذا الصالحين، يقول يا ربي افتح لي أموري، يا ربي عمر لي داري، يا ربي سهل لي في خدمتي. هو عبد كيفنا بصح صالح. يرى بعض الزوار لا سيما من النساء أن هناك علاقة بين مدى القرب من حيث يرقد بن خلوف واستجابة الدعوات، لذلك تراهن متخذات من أطراف الضريح رفقة صغارهن سندا ومتكئا. يعتبر الأخضر بن خلوف أحد أشهر أعلام مدينة مستغانم في الجزائر، مشهود له بالتقوى والصلاح، كما عرف عنه قرض الشعر باقتدار. فأنت لا تنال مرضات الله ولا ثوابه إلا بالعمل الصالح، ولذلك سمي وسيلة. أما الوسيلة عند المشركين فهي أن تجعل بينك وبين الله واسطة من صنم أو حجر أو شجر أو ميت ليشفع لك عند الله أو يقربك عند الله، وتقدم له العبادة، تذبح للميت، تنذر للميت، تهتف باسمه من أجل أنه يتوسط لك عند الله. هذه الوسيلة عند المشركين. العكوف عند القبر، يعكفون القبوريون، يعكفون عند القبور ويحجون لها حجا ويقيمون عندها أياما ويذبحون عندها أنواعا من بهيمة الأنعام تقربون إليها كما هو عند البدوي وغيره. فهذا شيء معلوم مما يقع منهم الآن، وهم يدعون الإسلام، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن يبطلون الشهادة، يبطلونها بالشرك والعياذ بالله. نعم. فما الظن بالعكوف حول القبر والدعاء به ودعائه والدعاء العكوف عند القبر تبركا به، وهو أن ينزل عنده أياما تبرك به. نعم العكوف. نعم. والدعاء به، الدعاء به توسل إليك بمحمد بالولي الفلاني، توسل إلى الله بالأشخاص لا يجوز، وسيلة إلى الشرك، لا الأنبياء ولا غيرهم، لا تتوسل بالأشخاص، توسل بالأعمال الصالحة لا بالأشخاص. نعم. والدعاء توسل باتباعك للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تتوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. والدعاء به ودعائه، الدعاء به يعني يجعله واسطة بينه وبين الله، وأشد من ذلك دعاؤه، يدعون الميت يا فلان انقذنا، يا فلان فرج لنا، حتى إنهم إذا وقعوا في الشدائد يهتفون بمعبوداتهم. المشركون الأولون إذا وقعوا في الشدة أخلصوا الدعاء لله، وهؤلاء إذا وقعوا في الشدة زاد شركهم، ينادون الأولياء والصالحين والموتى لينقذوهم من الشدة والعياذ بالله. نعم. والدعاء عنده، والدعاء عنده يعني يظن أنه إذا دعا عنده يستجاب دعاءه، استجاب دعاءه إذا دعا عند القبر. هو ما يدعو القبر، إنما يدعو الله، لكن عند القبر ليس الدعاء عند القبر مشروعا، لأنه وسيلة إلى الشرك. إذا أردت أن تدعو الله ادعو الله بعيدا عن القبر. ولهذا المسلمون إذا سلموا على الرسول صلى الله عليه وسلم تنحوا ووقفوا في المسجد واستقبلوا القبلة ودعوا الله عز وجل، ما يدعون القبر ولا يتوجهون إليه. نعم. فما الظن بالعكوف حول القبر والدعاء به ودعائه والدعاء عنده؟
فأي نسبة للفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر لو كان أهل الشرك والبدعة يعلمون؟ أي فتنة أشد من الفتنة بالقبر؟ أشد من الفتنة بالشجرة. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم قلتم كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لما قالوا للرسول اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. نعم. قال بعض أهل العلم من أصحاب مالك: فانظروا رحمكم الله، أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون البرء والشفاء من قبلها ويضربون بها المسامير والخرق فهي ذات أنواط فاقطعوها. فهي ذات أنواط، ايش الفرق بينها وبين ذات أنواط؟ اقطعوها إزالة للشرك.